السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو بنتكلم عن الضرب. ناس كتير وأولياء أمور فاكرة إنه الضرب هو الحل مع أولادنا. يا جماعة أنا عايزة أقول لكم على مفاجأة. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا بناخده لينا قدوة عمره ما مد إيده على الحسن والحسين، عمره ما استخدم الضرب ولا علمنا كلمة الضرب غير ازاي نضرب البهايم والحمير او اي حاجة هنستخدمها كوسائل مواصلات او حاجة هتساعدنا في الشغل كنوع من انواع التأديب. طب يا فدوى ازاي بتقولي كده؟ ما سيدنا ايوب قال ان هو هيضرب مراته اول ما هيخف. واول ما خف ربنا قال له ايه؟ قال له هات 100 عصا من الشجر الصغير الناعم قوي وعمل لها كده على ايديها كده، يعني حاجة صغيرة جدا. اوكي، ده عشان ايه؟ يعلمنا ان الضرب ده مجرد الاول لازم ان انا ابدأ بالوعظ، ما امشيش الوعظ ابدأ بالهجر، ان انا ابعد البني ادم شويه عني، ابين له ان انا متضايق، لكن مش اضرب على طول وهو ده اللي يكون الحل المثالي للموضوع.